الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا مع حضراتكم في هذه الحفلة المباركة عن موضوع بعنوان أنواع الشرك. ينقسم الشرك إلى قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر تعريفه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وحكمه مخرج من دين الإسلام، وصاحبه خالد في الدار ولا إلا أن تاب قبل موته. والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومثاله اعتقاد أن أحدا من البشر يعلم الغيب مع الله تعالى، والدعاء غير الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والشرك الأصغر تعريفه كل معصية سميت شركا ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه محرم وينقص الإيمان ولا يخرج من دين الإسلام. والدليل قول رسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ومثاله كثيرة، منها الرياء كمن يحسن صلاته من أجل مدح الناس وثنائهم، والحلف بغير الله كقول والكعبة والنبي لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.